الأساسي ودائما مواقف جلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس هي أن وحدة الصف الفلسطيني، وحدة التراب الفلسطيني، القرار هو بيد الفلسطينيين. المغرب دائما داعم للمواقف اللي كتاخذها السلطة الفلسطينية، داعم لحل الدولتين بإقامة دولة فلسطينية على حدود 67 وعاصمتها القدس الشرقية، تعيش جنبا إلى جنب مع دولة إسرائيل. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الأنبياء وخاتم المرسلين. السلام عليكم الإخوان، أزول في اللون. كنتمنى أنكم تكونوا دائما وبإذن الله في صحة جيدة. أخيرا الإخوان، كنا كننتظروا الموقف المغربي من عملية التهجير الغير منطقية، والمسألة اللي ما يمكنش لها تحقق ديري لها عدة خطط، ولكن التحقيق ديالها كيبقى أمر مستحيل. أنا شخصيا كنت ننتظر ردة فعل من الخارجية المغربية، ردة فعل كانت كما كانت تسنى. الموقف المغربي فهو موقف واضح وما عليهش أي غبار. فكان هذا الموقف الإخوان إثر اللقاء ما بين السيد وزير الخارجية بوريطة والسيد وزير الخارجية العراقي. المغرب بكل بساطة يرفض التهجير. إنما في هذه الحلقة كذلك الإخوان غنخوضوا واحد الموضوع مهم وخطير بزاف كيتعلق بالعربية السعودية، وكيفاش المملكة السعودية داخلة دابا في هذه الساعة اللي كنهضروا فيها في واحد الحرب مباشرة مع أمريكا ومع إسرائيل، فصحات على آخر التطورات ديالها على لسان نتنياهو، وعلى لسان كذلك رئيس المخابرات السعودي السابق، وعلى لسان كذلك الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اللي كيبان بأنه بدا كيحس بالصهد وعرف بقيمة المملكة السعودية، اللي كيقولوا بزاف ديال الناس أنها ملي كتقول لأمريكا نوضي جلسي، ولكن في حقيقة الأمر سعودية اليوم ماشي هي سعودية ديال الأمس. المهم ما نحرقش لكم المراحل وغادي نقول لكم آخر التطورات. نبداو الإخوان بالمغرب وباللقاء الصحفي اللي كان مشترك، وانا درت لكم في الأول ديال الحلقة الكلام اللي قال سي بوريطة. نقراو ما بين السطور ونقول لكم البيان المشترك اللي نقلاته عدة قنوات ولكن ماشي تلفازية. وهذا واحد السؤال ولا واحد اللغز محير، علاش البيان المشترك اللي خرجت العراق والمغرب ما دارش في الإذاعات وخصوصا إذاعة الجزيرة، وعلاش اكتفاو القنوات بتمرير ماشي مغالطة ولكن هذاك الكلام بأنه هناك واحد التفكير في تهجير الغزاويين إلى المغرب، في حين أنه البيان فيه رفض مباشر. وانا غادي نقرأ لكم دابا من الموقع ديال الجزيرة الإخوان. اولا بوريطة هضر على وحدة الصف الفلسطيني، المسألة اللي كنت تكلمت لكم عليها في عدة حلقات خصوصا في الحلقة ما قبل الأخيرة، وقلت لكم راه ما يمكنش تواجه هذا النوع من الطغيان والتجبر ديال أمريكا وإسرائيل وانت أولا ما عندكش أبسط شروط المفاوضات باش تكون هناك مفاوضات سليمة، هو أنك يكون عندك صف موحد. كيفاش أنت كتقاوم؟ بجميع الوسائل، سواء مقاومة مسلحة، سواء دبلوماسية راه هي مقاومة، سواء أنك دير إشهار للقضية ديالك، وانت ملي كيجيو يهضروا معك الناس كيلقاو الصف ديالك مشتت وغير موحد. مجموعة ديال الفصائل الضفة والقطاع كله كيلغي بالغاء بحال هكا. الديب راه يستفرد بالغنم، كما دابا ترامب كيحاول يستفرد بالدول العربية. وهذه النقطة راه غادي نجيو لها الإخوان. فسي بوريطة هضر على وحدة الصف الفلسطيني، وهضر كذلك على إقامة دولة فلسطينية الحدود ديال 67 والقدس الشرقية فهي غادي تبقى فلسطينية. إذن الإخوان دعم الموقف الفلسطيني مع النظير ديالو العراقي فهو كان الموقف واضح، وتنظن أن المملكة المغربية هذا هو المسار ديالو وما عندهاش مسار آخر. فاللي كيظن أنه غادي يبتز المغرب في مسألة الصحراء المغربية باش أن المغرب ياخذ موقف مغاير على هذا الشيء اللي قال السي بوريطة وعلى البيان اللي غادي نقرأ لكم دابا، فهو واهم. فالمسألة لا تحتمل نهائيا لا ابتزاز لا تغيير موقف، المواقف واضحة. ومسألة ديال الصحراء المغربية فهي غادي نقضيها أنا وياك مصالح مشتركة، ولكن بعيدة، ماشي على التخلي على فلسطين، ولكن بعيدة على تهجير الفلسطينيين ولا على محو من الذاكرة شي حاجة سميتها قيام دولة فلسطينية. هذه المسألة لا نقاش فيها. سي بوريطة كما قلت لكم كان واضح. سي بوريطة كذلك الإخوان هضر على السيادة الترابية
وعدم التدخل في الدول. وهنا هضر على السودان، هضر على سوريا، هضر على ليبيا. بطبيعة الحال المقصود هو فلسطين، والمقصود كذلك هو المغرب والوحدة ديالو الترابية. فهنا كترجعنا هذه الفكرة الإخوان، الفكرة سكيزوفرينية الخاطئة ديال الإدارة الأمريكية. وهذا الموضوع غادي نناقشوه في معرض الحديث ملي غادي ندخلوا الحرب المفتوحة ما بين السعودية وما بين أمريكان، لأنه كاين هناك تطورات خطيرة. اتفاق الإبراهيمي اتفاق أنا بالنسبة لي غير واضح بالنسبة حتى للمملكة المغربية، لأنه أنت كتضرب بالعمق الاستراتيجي العربي، وأنت كدير واحد الاختلال في التوازن الدبلوماسي ديالي مع الدول هذه اللي هي دول صديقة وكدعمني. المغرب كيقول أنه ما خش تدخل في الأمور الداخلية ديال الدول، وأكثر من ذلك الوحدة الترابية ديال الدول العربية منها فلسطين هي أمر لا نقاش فيه. موقف المغرب من كل القضايا العربية موقف واضح، فلا إسرائيل لا أمريكان ما يمكن تبدل المغرب هذه الخريطة ديال الطريق. وعلى قبل الصحراء المغربية راه ما غنتنازلوش نهائيا على هذه الخريطة ديال الطريق. المغرب يدعو جميع الدول إلى السلم والسلام، وكيبعد نهائيا على التدخل في الشؤون الداخلية الدول، وأكثر من ذلك تقسيم الدول، وأكثر من ذلك تهجير أصحاب الأرض إلى مناطق لا ينتمون إليها. مسألة واضحة. إقامة الدولة الفلسطينية هو شرط مغربي، كما هو شرط سعودي، كما هو شرط مصري، كما هو شرط أردني. وزير الخارجية العراقي غادي يقول واحد الهضره مهمه بزاف في هذا اللقاء. أمريكان باغا دير واحد الحاجه، هو ما غاديش يذكرها بالاسم ولكن الامور واضحه، باغا تفرغ القضيه الفلسطينيه وتحولها لقضيه لاجئين كما كان شحال هذه. بالنسبه لهم كلما فرغوا القضيه الفلسطينيه من المحتوى البشري، وداك البشر اللي كاين تما كيولي هو عباره عن عنوان لاجئ، فهنا كتسهل انه القضيه تصفى. ولكن هذه القضيه تصفى راه غادي تكون التصفيه ديالها على حساب الامن الاستراتيجي ديال دول الطوق. وهنا كنهضروا على مصر بالخصوص، وكنهضروا على الاردن، ولكن ثقوا بيا الاخوان، وهذه المساله الخطيره ما فاهميناش بزاف ديال الناس. المساله والخطوره الاستراتيجيه ديالها كتعدى مصر وكتعدى الاردن. المغرب كانت عنده رساله ضمنيه واضحه، غنقراها لكم الاخوان دابا مباشره في البيان المشترك اللي من موقع الجزيرة بعنوان المغرب والعراق تهجير الفلسطينيين سابقة خطيرة. كيقول البيان الإخوان، وأنا كنقصد نقرأ لكم من الجزيرة باش ما يجيش شي واحد ويقول لكم أنه المغرب ما عندوش موقف. المغرب الدبلوماسية ديالو متزنة. المغرب ماشي غادي يبدا يعمل كدونكي شود ويبدا يدار مع الطواحين. المغرب الفلسفة ديالو الفكرة ديالو واضحة. الدليل على هادشي اللي كنقول الإخوان أنه المكتب السياسي الإسرائيلي الموجود بالمغرب خرج بيان بأنه الكلام اللي خرج على تهجير الغزاويين إلى الصحراء المغربية ولا إلى المغرب فهو كلام غير صحيح، بلا ما نرجعوا لهاد الهضره هذه. المهم البيان أعلن المغرب والعراق اليوم السبت رفضهما واستنكارهما كما قلت لكم بيان من موقع الجزيرة، واستنكارهما للدعوات التي تهدف إلى تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة والضفة الغربية، معتبرين أنها تمثل سابقة خطيرة تهدد أمن واستقرار المنطقة. أمن واستقرار المنطقة الإخوان، ماشي أمن واستقرار الفلسطينيين فقط. أمريكان عارفة هادشي بطبيعة الحال، أمريكان عارفة هادشي، وأمريكان كتفلى علينا باش نجيكم من الآخر. جاء ذلك في بيان مشترك اليوم عقب انتهاء زيارة بدأها وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين للمغرب الأربعاء، وأجرى خلالها مباحثات مع نظيره المغربي ناصر بوريطة. الذكر الإخوان ما باش ما نسوش، راه وزير الخارجية العراقي ذكر بزاف ديال المحاسن ديال المغرب والتجربه ديالو الرائده، وقال بانه العراق ستستفد من التجربه من ناحيه جذب السياح من ناحيه الاستثمار، وقال هذا وقت مناسب للشركات المغربيه باش تقوم بالاستثمار في العراق ونستافدوا من التجربه ديالها. وهذه المساله الاخوان راه مهمه بزاف، وتنظن انه المغرب نهائيا ما غاديش يضيع بحال هذه الفرص. واكد الوزيران، نكمل لكم البيان باش ندخلوا للموضوع المهم. حسب البيان أن خطوة تهجير الفلسطينيين تمثل سابقة خطيرة منافية لقواعد القانون الدولي والإنساني، وأشاد حسين بالمجهود المتواصل التي يبذلها الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي من أجل دعم القضية الفلسطينية والدفاع عن مدينة القدس الشريف وفق البيان. ولفت البيان إلى أن المملكة أشادت بجهود العراق في تقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية للشعبين الفلسطيني واللبناني، وجهود في تحقيق الاستقرار في المنطقة.
كما طالب الوزير العراقي الدول العربية والإسلامية بتنسيق مواقفها للخروج بموقف موحد ضد مخطط تهجير الفلسطينيين الذي وصفه بالخطير. المهم الإخوان باش نسدوا هاد القوس المهم، علاش؟ لأنه باش نذكروا بأنه المغرب الموقف ديالو باش حتى شي واحد ما يصطاد في الماء العكير ويقول لك بالله المغرب الموقف ديالو مضطرب وخايف من ترامب. المغرب ما خايف ماشي ما حتى شي حاجة. المغرب الموقف ديالو ديما كان هو هذا، ديما دعم القضية الفلسطينية والفلسطينيين. مسألة التطبيع جات في واحد الزمن وفي واحد المكان، مسألة التطبيع ماشي لا تراجع عنها، يمكن نتراجعوا عليها ونقدر نقول لكم ونعطيكم من الإخوان بعض المؤشرات الخطيرة. فالموضوع الثاني اللي كيتعلق بالسعودية، ونقول لكم أولا ندير لكم واحد الفيديو قديم باش تشوفوا دونالد ترامب والعملية اللي كيقوم بها والطريقة المهينة والتعجرف اللي كيتعامل به مع العربية السعودية. We protect Saudi Arabia. Would you say they're rich? And I love the king, King Solomon, but I said, King, we're protecting you. You might not be there for 2 weeks without us. You have to pay for your military. تنظن هذا الفيديو دازت عليه 6 سنين، ولكن الفكر الترامبي ما تبدلش، دائما نفس العجرفة ودائما نفس الفكر بأنه خصنا تكون أمريكا هي الأولى، ولكن أمريكا هي الأولى على حساب من؟ على حساب المصالح ديال الدول العربية. فالأزمة إمتى بدات الإخوان؟ الأزمة بدات أولا التصريح ديال دونالد ترامب بتهجير الغزاويين إلى سيناء، المشاكل الكبيرة اللي عرفتها مع السعودية. ثانيا وهذا المهم هو أنه دونالد ترامب كيظن بأنه كل شيء بيزنس، وبأنه الصفقات يمكن تكون على حساب الإنسان وعلى حساب الأرض، في حين أنه العربية السعودية اللي نقدروا نعتبروها واحد الدولة مؤثرة في العالم الإسلامي، ماشي دولة سهلة نهائيا. وفرا ترامب غلط بزاف إلا كان كيظن أنه السعودية يمكن يعمل معاه واحد الصفقة ويملي عليه هذاك الشيء اللي بغى، فهو واهم. وناسي واحد القضية مهمة بزاف، أنه السعودية كتعتبر فلسطين من غير أنها واحد القضية عادلة. احنا ما نهضروش على هذا الجانب العاطفي نهائيا، ولكن هي مسألة أمن قومي بالنسبة للسعودية، مسألة لا نقاش فيها. فالسعودية والبيان ديالها غادي يخرج وغادي يرفض الفكرة من الأساس ديال التهجير. جات الإخوان القناة 14 وهي قناة إسرائيلية غادي تجيب واحد الصحفي مهم محسوب على واقيل على نتنياهو، وكان داك اللقاء الصحفي مرتب له، وغادي يسولو غادي يقول له شتي البيان ديال السعودية أنها طالبت أنه المسألة ديال التهجير ماشي ممكن تكون، وخصوصا في مصر، وهذا الشيء غيخلق واحد المشاكل كبيرة لمصر. نتنياهو، وهنا غادي نقول لكم أنه كانت واحد عملية نسف لعملية السلام، وهذه مسألة خطيرة. وملي كنقولوا عملية السلام راه كنقولوا الاتفاق الإبراهيمي اللي فيه داخل المملكة المغربية، وهذه النقطة ما خصناش نكروها. قال بأنه إلا كان هو باقي فيه الغزاويين فراه السعودية فيها واحد الأرض كبيرة بزاف يمكن ليه يستقبلهم. لم كان تعطيشام دينار فلسطيني تياب السعودية إيش لنا غباشات هنا الإخوان تتضح لكم الفكرة اولا اللي فيها بزاف ديال التكبر والعجرفه ديال هاد خينا اللي سميتو نتنياهو. ثانيا كتبان لكم بالملموس عمليه الابتزاز اللي كيقوم بها. ونذكركم المغرب ماشي بعيد على عمليه الابتزاز، خصوصا هذا الشيء اللي خرج ديال تهجير الغزاويين الى المغرب. وانا كنقول لكم بزاف الناس كيقولوا هادشي اشاعات، هذا الشيء بدا هذه 3 سنين الاخوان، وكان الموقع، وانا راه ذكرت لكم كان موقع تنظن الى ما خفتش نغلط هيسبريس، يا اما هيسبريس يا اما الصباح، ولكن هيسبريس كان هذه 3 سنين هضر على هذا الخبر، ماشي هذا الخبر هذا تداولاته كما تيقولوا الذباب الالكتروني مؤخرا، لا هذا الخبر قديم، وهذه الفكره خرجت وقالوا بانه خرجت من المخابرات الاسرائيليه. مساله ديال الابتزاز نذكركم بنتنياهو ملي خرج بالخريطه ديال المغرب مقسومه 2 ديال المرات. تقوا بيا الاخوان نفس العمليه اللي قام بها دابا مع السعوديه ملي طالبها قال لها انت استقبلي الغزاويين، الارض ديالك واسعه. بطبيعه الحال اولا لابتزاز السعوديه ويرفع هذيك لابار ديال الطموح الاسرائيلي الامريكي. ثانيا لتخويفها، زعما يجب القبول والرضوخ الامر الواقع. ثالث حاجه قالها نتنياهو واللي حاجه خطيره بزاف ملي سولوا على التطبيع، وانه السعوديه هذا هو الشرط ديال التطبيع ديال قيام دوله فلسطين، قال لها بان الامر انتهى. ملي كيقول الامر انتهى هي انه التقارب الاسرائيلي السعودي من هنا للقدام سهله، ما بقاش غادي يكون، اذا ما كاينش هناك نهائيا تطبيع. والحاجه اللي انا
شخصيا أكيد منها ما كاينش سلام إسرائيلي فلسطيني إلا ما كانش هناك تقارب سعودي إسرائيلي. بالنسبة لي أنا السعودية دولة محورية، وبالنسبة لي أنا السعودية رقم واحد في هذه المعادلة كاملة. ما كاينش السعودية إذا ما كاينش سلام. إسرائيل بهذه العملية هي أمريكان كدير واحد القضية أخرى ما عرفت واش كتبان ولا ما كتبانش، هي ضرب التوازن السعودي في الشرق الأوسط. إلا شفنا السياسة ديال بن سلمان مؤخرا فهي واحد سياسة كانت متوازنة، وكيحاول أنه يبين فيها القوة ديال المملكة خصوصا في التفاوض. الإدارة ديال جو بايدن عرفت واحد المقاومة كبيرة من الإدارة ديال السعودية بقيادة بن سلمان، انما الاداره ديال الديمقراطيين ماشي ديال الجمهوريين. حنا كنعرفوا ان دونالد ترامب راكم شفتوا الفيديو كيقوم بعمليه ديال الابتزاز، والفكره ديال امريكا اولا والحساب نتحاسبوا، وإلا شاط شي حاجه خذوها نتوما. المهم امريكا اولا. مساله ديال تهجير الدول العربيه خصوصا الاردن ومصر والسعوديه اعتبرتها اعتداء على السياده. اذا كانت هناك اعتداء على السياده بطريقه مباشره على الاردن ومصر، فهي اعتداء على السياده دابا بطريقه غير مباشره. فنتنياهو رجعها مباشره بالتصريح الاخير ديالو، عارف بانه العرب ما عندهمش واحد الحاجه سميتها دفاع مشترك. هنا كنهضروا على الناتو، كنهضروا على البند الخامس. عارف بانه العرب هما كلهم كيطلبوا الحمايه ديال الامريكان، مع انهم يمكن يكون عندهم واحد الحلف مشترك، واحد الجيش مشترك اللي كيتحرك واللي كيكون رادع مانع بحال التصريحات. هادشي كله ما كاينش، وامريكان عارفه هادشي. انما واش امريكان كيمكن لها تستفرد بالعربيه السعوديه بهذه السهوله؟ انا شخصيا لا اظن. واحد من الادله الاخوان وواحد من المؤشرات انه السعوديه بدات كتحرك هو تصريحات تركي الفيصل، وهو رئيس المخابرات ديال العربيه السعوديه السابق. كان دار واحد اللقاء مؤخرا، والملفت للانتباه انه لبس الكوفيه الفلسطينيه. واللي كيعرف تركي الفيصل ما عمره، حسب التعليقات شفتها انا، ما عمره ما لبس الكوفيه الفلسطينيه. ديما كيلبس هذيك اللبسه ديالهم ما عرفتش كتسمى السعوديه، الشماخ ياك. فهاد اللقاء خرج بالكوفيه الفلسطينيه وقال واحد الكلام قاصح بزاف. من ضمن هذا الكلام الاخوان غادي يقول واحد الحاجه مهمه بزاف، غادي يذكر الامريكيين بالحرب العالميه الثانيه، وغادي يقول ملي سالت الحرب العالميه الثانيه كانت اوروبا مدمره ولا شبه مدمره، كان واجب ان تكون هناك واحد الاعاده ديال الاعمار. هادشي دارتو امريكان، وكانت تسمى هاد المساله كانت سمات مشروع مارشال، دارتو امريكان. ولكن قال لي علاش في مشروع مارشال امريكان بنات اوروبا بلا ما تهجر الاوروبيين ولا بلا ما دير عمليه ديال تطهير عرقيه للاوروبيين. نفس المشروع وقيله دابا بغيتو ديروه في غزه، ولكن بغيتو ديروه بعمليه تطهير عرقيه ضد السكان الاصليين. وهذا كانت واحد رساله مباشره من السعوديه على لسان رجل المخابرات ديالها السابق الى الاداره الامريكيه. قالت لها بكل بساطه انا كنرفض اي تحرك على هذه الشكل، هذه الامر مرفوض نهائيا. هادشي غادي يخلي دونالد ترامب غادي يخرج باخر تصريح. اش غادي يقول فيه؟ غادي يقول فيه انا ما باغيش ندمر الاقتصاد العالمي. وملي قال ما باغيش ندمر الاقتصاد العالمي غادي يقول لن اقوم بعمل احمق ضد السعوديه. هنا بالنسبه لهذوك اللي كيصحابوا بانه السعوديه ما عندها وزن، ولا السعوديه راه واحد المعادله بسيطه في المنطقه، فالسعوديه الا كانت كتعامل بواحد الدبلوماسيه حكيمه ورزينه، ودونالد ترامب الا كان يخرج بواحد التصريحات اللي فيها بزاف ديال الغلظه والوقاحه، فدونالد ترامب راه عنده غير 4 سنين. وبن سلمان تنظن بانه يلاه بدا المسار ديالو. عدم الرد بنفس القوه ما كتعنيش انني كنوافقك، ولكن كتعني انني كنهادنك. وهادشي كيرجعنا الاخوان المساله ديال التهور اللي ما كيكونش محسوب العواقب. وهادشي اللي وصلنا كاع لهاد الكارثه اللي حنا كنعيشوا دابا، العالم العربي كامل كيعيشها. وهادشي تاثر به وتيقوا به الاخوان بواحد الشكل كبير دول شمال افريقيا. وحنا كنعرفوا الطاعون ديال هذا النظام اللي حدانا اللي كيستغل اي حاجه. نذكروا بانه وزير الخارجيه عطاف راه مشى يزور النظير ديالو السوري اللي والبارح كان كيقول عليه ارهابي، باش تعرفوا درجه الوقاحه والنفاق في هذا النظام اللي يقدر يستغل اي حاجه باش يضربك في الدار. فبالنسبه لي القضيه الفلسطينيه فهي قضيه لتوريث المملكه المغربيه اللي امور ديالها واضحه. قيام دوله
فلسطينية حدود 67 والعاصمة ديالها القدس الشريف. باش نرجعوا للحرب المعلنة ما بين السعودية وإسرائيل وأمريكا، بكل بساطة باش نختموا هذه الحلقة نقولوا بأنه ما يكونش هناك سلام بدون السعودية. داكشي علاش مسألة تطبيع السعودية هي مسألة مصيرية. احنا الخروج الأخير ديال نتنياهو ملي قال بأنه هناك نهاية للتقارب ولا للتطبيع، ما عرفتش أنا واش هذا تكتيك ولا استراتيجية ولا ردة فعل، مع أنني أشك إسرائيليين ما كيتعاملوش بردة الفعل، ولا بالون اختبار للسعودية من أجل ردعها عن الامتناع عن تهجير الغزاويين. المشكلة الإخوان هو أنه الدول العربية، والحاجة اللي كنحاول كل مرة نفهمها في هذه القناة، إلا كنتو كتعتبروا المغرب ماشي دولة عربية، وأنا كنقول دولة عربية كنقول سياسيا، لأنه إحنا كنتميو للدول العربية والقمة كنعقدوها جميع، وملك البلاد كيعتبر راسو من المغرب دولة عربية. إحنا كنهضروا سياسيا ما كنهضروش هضره شعبويه. فامريكا كتعتبر المغرب دوله عربيه، وامريكا عارفه بان ما كاينش هناك تنسيق عربي وما كاينش هناك واحد دفاع مشترك عربي، ولكن جميع الدول العربيه منها المغرب عارفه واحد القضيه مهمه بزاف، انه فلسطين عمق استراتيجي وعمق امني ديال جميع الدول رغم البعد رغم الكيلومترات. والواقع ديال الميدان تبت لينا هذه الهضره هذه، بانه كلما تخلينا على العمق الامني ديالنا وهي فلسطين، كلما الغرب بقياده اسرائيل وامريكا استباح الاراضي ديالنا، الاقتصاد ديالنا والتلاحم المنشود الى حين. داكشي اللي كيخليني انا مقتنع بانه امريكا كلما عزلاتك على الدول اللي عندك مع واحد الموروث مشترك، كلما ضعفاتك وكلما كانت عمليه الابتزاز هي عمليه جد بسيطة. هذا ما كان الإخوان، كنشكركم بزاف، قربتكم شي شوية من ما يقع، خصوصا الموقف المغربي اللي موقف واضح، الصراع السعودي الأمريكي، وتنظن بأنه المغرب قلبا وقالبا مع المملكة السعودية، وهادشي لا شك فيه. الموقف المشترك ولا البيان المشترك العراقي المغربي فوضح هادشي، ولكم واسع النظر. تبارك الله عليكم الإخوان، ما تنسوناش من الدعوات ديالكم، ديروا لايك واشتراك وساهموا في نشر الحلقة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.